أطلق المغرب مشروع الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش بتكلفة 10 مليارات دولار. أشرف العاهل المغربي محمد السادس على تدشين هذا المشروع السككي المهم. يمتد المشروع على طول 430 كيلومتر وبسرعة تصل إلى 350 كيلومتر بالساعة. المشروع يعزز البنية التحتية السككية في المغرب، ويتضمن ميزانية كبيرة. سيكون هذا المشروع جزءاً من شبكة فائقة السرعة تبلغ 630 كيلومتر. سيضم المشروع بناء البنية التحتية واقتناء 168 قطار جديد. يشمل ميزانية المشروع تحديث الأسطول السككي وتطوير الشبكات النقل. الخط الجديد يربط مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش مباشرة بالمطارات. يهدف المشروع إلى تقليل زمن الرحلات بين المدن المغربية الكبرى. سيوفر خط السكك الحديدية الجديد سرعة فائقة للمسافرين بين المدن. المشروع يشمل شراكات مع شركات عالمية لتصنيع وصيانة القطارات. يوفر المشروع آلاف الوظائف بفضل نسبة إدماج محلي تتجاوز 40%. المشروع يساهم في التنمية المستدامة والاندماج الإقليمي للمغرب. الربط بين المدن الكبرى يعزز الترابط والتنمية الاقتصادية في البلاد. يمثل المشروع لبنة جديدة للاقتصاد الوطني في المغرب.